السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا قناتكم جمالك مع حنان. الا كنتي اول مره كتقومي بزياره القناه كنتمنى انك دعميني وتخلي لي اشتراك. وحبيباتي الغاليات كنتمنى انكم تخليوا لي جيم هاد الفيديو وتفعلوا الجرس. اهم حاجه هو الجرس باش هكذا توصلوا جميع الفيديوهات. اول شيء البنات جيت وجبت لكم اليوم واحد الوصفه زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم الوجه ديالهم ما غليتش، او بالنسبه للناس اللي باغيين الخدود، يعني باغيين يغلظوا الوجه ديالهم بلا ما يشربوا شي حاجه او بلا ما ياكلوها، باغيين غير الوجه. حيت كاين بعض الناس اللي عندهم لاطاي زوينه وفورمتهم زوينه ولكن عندهم نقص في الوجه ديالهم، كتلقيه ضعيف. وطبعا حنا عارفين اذا كان الوجه ضعيف بزاف غادي يكون عندنا تجاعيد، غادي يكون عندنا كتحسي بحال مريضه. المهم فاش كيكون الوجه ضعيف شويه، ضعيف بزاف ماشي شويه، يعني ضعيف بزاف، كيكون كتحسي بالشخص بحال راه مريض. المهم البنات هاد الوصفه سهله بزاف ونتيجتها زوينه وسريعه ومكوناتها طبيعيه، يعني ما غديري حتى شي مواد كيماويه للبشره ديالك. اول مكون عندنا طبعا هو الحلبه العاديه، كتجيبيها وكطحنيها مزيان حتى تولي لك على بودر على هذا الشكل هذا اللي عندي. ثاني مكون البنات هو ماء الورد، وهذا حنا كاملين عارفين بلي ماء الورد عنده واحد الفعاليه زوينه بزاف في العنايه بالبشره ديالنا. هاد جوج مكونات كيعطيونا نفخ للخدود بحال عامله البوتوكس، يعني نفخ زوين بزاف وطبيعي. الى هاد الوصفه الى ما نفعاتكش ما غادياش تضرك، يعني الحلبه كتبيض البشره، كتحيد لينا الكلف، كتحيد لينا لي بوان نوار. غتضربي عصفورين بحجر، غادي تكبري الخدود ديالك وغادي تنقي البشره ديالك. وما ورد حنا عارفين انه ما غاداش نهضر عليه انا، حيت كل شيء عارف مدى فعاليه ماء الورد. غنخلطوا هذه الوصفه مع بعضياتنا البنات، وغادي نقول لكم الطريقه اللي تستعملوها بها، الطريقه الصحيحه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. اول شيء غناخد معلقه كبيره، غنزيد جوج معالق صغار ما يعادل ملعقه كبيره ديال الحلبه. غناخد جوج معالق الحلبه، طحنوها البنات. ملي طحنوها الا طحنتوها غير في الدار، ملي طحنوها عاودوا دوزوها في داك الغربال اللي كنقولوا ليه حنايا شطاطو، عرفتوه هذاك اللي كيخلي كينيل، كنقولوا المهم احنا تنقولوا ليه في المنطقه ديالنا تنقولوا ليه شطاطو. هذاك الغربال اللي عيونه صغيورين ملي طحنوها دوزوها فيه باش تولي لكم ناعمه. وغادي نزيد الماء ورد باش غادي نجمع هاد المكونات. يمكن كبيت بزاف ما عرفتش، شوفوا الخلط ونشوف. وهذاك صافي ما ها نتوما القوام ديالو كيفاش كيقول لي، كتولي بحال كريمه. ملي كتخلطوها البنات غادي نقول لكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها. اول حاجه كتغسلي وجهك مزيان، غسليه بمياه عاديه وبالصابونه ديالك، نقيه ومن بعد حطيه هذا الماسك بسطيه على الوجه ديالك كامل. شوفوا الا كنتو مازال باغيين غير الخدود ديروا غير على الخدود، اما اللي كنتو باغيين الوجه كامل تعمروه ديروه على الوجه كامل ماشي مشكل. المهم الا كنتو باغيين الخدود ديري الخدود ديالك وجلسي لالا ملي يبان لك حتى يبان لك هذا الخليط هذا نشف. ملي تمسي وجهك ويبان لك كرم، بداي كتحسبي نص ساعه تيكون الخليط كرم. حسبي نص ساعه، وملي تسالي نص ساعه غسليه بالماء دافي، ومن بعد ديري الماء بارد، ومن بعد شدي ماء ورد هذا بوحديتو ودوزيه على البشره ديالك. ديريه في شي قطن ولا ديريه في شي رشاشه شويه داك البخاخ ودوزيه على البشره ديالك وخليه تشربوا البشره ديالك. وعاودي هاد الماسك نهار نهار لا، نهار لا، حتى تبان لكم النتيجه اللي بغيتو.
هذه هي الوصفه ديال اليوم البنات، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم حبوباتي الغاليات. كنتمنى انكم تعزوا لي هاد لا فيديو بلي لايك باش يوصل بزاف ديال البنات، وتبارطاجيو مع صحاباتكم اللي كتعرفوا اي واحد محتاج لهاد الوصفه. بسلامه البنات، دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين غانمين، حتى نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.